السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. من فترة كده قريبة الدنيا قامت وما قعدتش، وقعدوا بقى خبر الأخبار وحدث الأحداث والكلام ده كله إن أم خالد اتطلقت. يعني معرفش إيه علاقة الناس والجمهور والبشرية بإن أم خالد اتطلقت، أو إيه اللي هيعود علينا بالخير أو بالشر إن أم خالد اتطلقت. ما علينا. المهم يعني قعدوا كده شوية حلوين كده في الترند ده شوية، وام خالد رجعت وصورت فيديو انها رجعت ومع جوزها ومش عارفه ايه والكلام ده، الا ما يقعدش 24 ساعة الفيديو ده، وبعدين ام خالد تاني بتلقح على جوزها وجوزها بيلقح عليها، وهي تقول ضربني وهو يقول مش عارفه انها مش كويسه مش يعني هو قاعد يقول عليها كلام ان هي يعني ما وقفتش جنبه، وان هو وهي تقول له ده رد الجميل، بس هي قالت ده رضضان الجميل، ما اعرفش ايه رضضان دي. فالمهم يعني وهما الاتنين فتحوا لايف وقعدوا بقى ايه يعني كل واحد يقول على التاني كل اللي نفسه فيه. انا بس يعني عايزة افهم هو ليه لما واحدة بتطلع على السوشيال ميديا في الاول تبدأ فيديوهات عادية، شوية تبص تلاقيها ايه بقت مصورة جوزها وعيالها، شوية بنقول حياتنا اليومية، بنقول اتخانقنا، بنقول اتصالحنا، بنقول اتطلقنا، بنقول نفضل كده لحد ما الناس تخش بقى البيوت. يعني الجمهور الناس العادية تخش البيوت بقى وتعرف عنكم كل التفاصيل، بتلبسوا وبتاكلوا وبتشربوا وبتزعلوا وبتطلقوا وبتصالحوا امتى، وعارفة عنكم كل حاجة. يعني يمكن الحاجات اللي الناس عيلتكم ما يعرفوهاش عنكم لو مش متابعين القناة، بقية الناس التانية هيعرفوها. فليه احنا بندخل يعني الناس الغريبة في تفاصيل تفاصيلنا؟ ليه بنقبل على نفسنا كده اصلا؟ وليه لما واحد بيطلق واحدة بالذات من الناس بتوع اليوتيوب ده ولا التيك توك، ليه دايما يعملوا فضيحة؟ فضيحة بمعنى الكلمة، هو يقول ده هي وهي وهي، وهي تقول ده هو. دول مش أول حالة على فكرة، دول مش أول حالة. غالبا ان كل المشاهير سواء بقى ممثلين او يوتيوبر او تيك توكر او اي حاجة من الناس الغريبة دي، لما بيتطلقوا، مش كلهم معظمهم يعني عشان في ناس بيطلقوا ما نعرفش عنهم حاجة يعني، بس معظم الناس دي المشاهير دي لما يجوا يتطلقوا او يتخانقوا لازم فضيحتهم تبقى بجلاجل بمعنى الكلمة. الفضيحة بتبقى عالمية عالمية. ده انا متهيألي يعني لو كانت رفعت عليه قضية في محكمة الأسرة والعيلة والجيران والشارع والأصحاب عرفوا، أهون ألف مرة من إن أنت تطلعي على القناة وملايين من جوه البلد ومن بره البلد يعرفوا التفاصيل، انت متطلقة ليه، وان هو كان معامل معاكي ايه، ورجلكي مضروبة بشومة. مش عارف ليه الفضايح ليه ده الكلام ده ليهم هما الاتنين. هو انتوا ازاي عايشين كده؟ يعني مفيش اهل يقولوا لكم عيب؟ والله العظيم مفيش حد يقول لكم عيب عيب، يعني ما تتكلموش كده. طب العيال اللي ما بينكم دي لما تكبر وتشوف القرف اللي انتوا عاملينه في بعض ده، لما انتوا بتقولوا كده على الكاميرات وبتنشروها عالميا، امال في القعده العائليه بتقولوا ايه؟ يعني مثلا اما يجي عيلتك وعيلته يتجمعوا عشان هي خلاص هنفضها سيره وكل واحد يروح لحاله، بتقولوا على بعض ايه؟ لما عيالك يكونوا معاكي بتقولي لهم على ابوهم ايه؟ ولما عيالك انت بيبقوا معاك بتقول لهم على امهم ايه؟ انا متخيله ان الكلام اللي طلع على السوشيال ميديا وفي اللايفات بتاعتكم يعني خمس الكلام اللي انتوا هتقولوه بقى بينكم وبين بعض، او بينكم وبين العيله والصحاب. ده اللي هيتقال ورا الكاميرا افظع، مع ان انتوا بصراحه ما خليتوش حاجه اصلا تتقال، بس اكيد انتوا عندكم اللي يتقال، عندكم حاجه اكيد اكيد يعني. بس بصراحه يعني عيب، وحياة ربنا عيب. الفضايح ليه؟ الفضايح دي ليه؟ يا لهوي، ده احنا لما كنا بنشوف مثلا واحدة جوزها مثلا بيتخانق معاها في الشقة اللي جنبنا ولا في العمارة اللي قدامنا، بنقول يا على قلة الأدب والفضايح، يا دي الناس دي ما بتتكسفش عشان بس الجيران سمعوا صوتهم، عشان الجيران سمعوا صوتهم. امال انتوا اللي جيران البلد سمعوا صوتكم، يعني الدول الاشقاء سمعوا صوتكم. ايه ده؟ انتوا قادرين وحياة ربنا تعيشوا وتكملوا ازاي بفضايحكم دي؟ وهي تقول ده انا لو قلت اللي عندي هخليه يمشي يتكسف وما يعرفش يوري وشه للناس. انا عن نفسي فهمتها حاجه، ما اعرفش هي اللي انا فهمته ده صح ولا لا، بس معناه قذر.
قالتها 100 مرة. انا لو اتكلمت اللي عندي ولا مش عارفة قلت اللي عندي، والله لا، انا مش هخليك تعرف تمشي وسط الناس، هخليك تكسف تمشي وسط الناس. انا فهمتها حاجة قذرة جدا. انت ما يعني، وكل واحد يفهمها بخياله بقى، معرفش. طب ليه؟ يعني ايه ده؟ بجد والله ايه ده؟ هو يقول عنها كلام تاني. قبل كده كانت بتمدح فيه وتقول ده شغال محامي، ده شغال مش عارفه ايه ده، وعاملين فيديو ان هم مصالحين وكويسين وزي الفل. هل هم اتحسدوا مثلا؟ بجد والله هم اتحسدوا. انا ما بحبش بصراحه الحياه الشخصيه تطلع كده للناس. يعني اللي مبسوطه مع جوزها وجوزها مهنيها ما تطلعش تقول، عشان ما تضربش عين تتطلق تاني يوم. اللي زعلانه مع جوزها برضو ما تطلعش تقول، عشان ما نعيبش عليها ونقول بص فضحاه، بص يعني بلاش تتكلموا على التفاصيل اللي ما ينفعش حد يعرفها غيركم. انتوا علمتوا الناس البجاحه، والله العظيم علمتوا الناس ان اي حاجه بتتقال، اي حاجه. اللي جوزها مش عاجبها بتقول ده مش عاجبني عشان كذا وكذا وكذا، واللي مراته مش عاجباه اصلا انا سبتها عشان كذا وكذا. مفيش حاجه دره، مفيش حاجه كسوف، مفيش حاجه اسمها اسرار بيوت. محيتوا كلمه اسرار البيوت، نسحت. والله من ساعه ما القنوات دي اتعملت والحسابات دي اتفتحت، وكلمه اسرار بيوت دي يعني اتمسحت باستيكه خالص. بيصوروا لنا اوضه النوم، وبيصوروا لنا الحمام، وبيصوروا لنا حياتهم وتفاصيلهم واكلهم وشربهم وزعلهم وطلاقهم وفرحهم وسعادتهم، كل حاجه كل حاجه. ما بقناش عارفين. زمان كان لما جاره تحب تعرف جارتها اللي في الشقه اللي جنبيها مثلا يعني زعلانه مع جوزها ولا مبسوطه ولا ايه، يعني تبص من العين السحريه وهم طالعين وهم نازلين، تصنط كده على الباب شويه مثلا. يعني زمان. دلوقتي انتم لا في تصنيط ولا في نبص من العين السحريه ولا في يبقى عندنا فضول مثلا، ما فيش. انتم ما خليتوش الكلام ده خالص. كل حاجه على عينك يا تاجر، كل حاجه على عينك يا تاجر وعلى المكشوف. كل التفاصيل اليوميه لحياتكم على المكشوف، كل حاجه. ولما ما شاء الله بتتخانقوا ولا بتطلقوا، يلهوي، وصلة الردح بتشتغل بقى من الطرفين. تخيلوا ان انا كنت بفتكر ان الست بس هي اللي ممكن تردح وتعاير وتفضح، يعني عقلها يعني على قدها الستات يعني. لقيت ان الرجاله كمان يعني ما عندهمش مانع في الفضايح والردح هو اللي عمل فيكم كده الحسابات اللي انتوا فاتحينها، ولا عشان تعلوا القناه بتاعتكم وتعلوا المشاهدات، يعني عشان الفلوس، ولا انتوا في اصلكم اصلا كده؟ يعني الناس ما بتعرفش تحافظ على سر، ولا تعرف يعني ايه اسرار بيوت، ولا انتوا تربيتكم يعني مش مظبوطه؟ مش عارف، معرفش والله معرفش. بس بجد بجد يعني حاجه منتهى القرف، منتهى القذاره، والله العظيم. مصر تعدت ال 100 مليون شخص، بقينا اكتر من 100 مليون نسمه. فاتمنى ان الناس اللي بيشوفوا الفيديوهات دي هي وشكلتها ما يقولوش ان هي دي مصر خالص خالص خالص. لما تشوفوا واحده بتاكل زي المفجوعه، ولا بتتصور وهي نايمه على سرير العمليات، ولا بتشوفوا واحده فاضحه جوزها، ولا واحد فاضح مراته، ولا ناس اهم حاجه عندهم الفلوس مش مهم عرضهم ولا سترهم، ولا ناس بيفضحوا نفسهم بنفسهم، ولا ناس شحاتين، ولا ناس، مش هي دي مصر. دول كام يعني؟ دول كام؟ عشان بس الناس اللي بتقولوا يعني اللي بتقول ان هي دي مصر، لا مش هي دي مصر. دول كام يعني من ال 100 مليون دول؟ مثلا هنقول ايه، مليون. هم اقل من كده بكتير على فكره، بس احنا هنفترض ان هم مليون. يتفضل لسه يعني 99 مليون لسه عندهم كرامه وعندهم ادب وعندهم اخلاق، بس هم اكتر المحترمين اكتر بس متداريين. لكن اللي انتوا شايفينهم دولت مش هم دول مصر، لا دول بس عشان مفضوحين. انتوا شايفين هم ما فيش الا هم على السوشيال ميديا، او 70% منهم هم دول، وال30% قليلين بقى المحترمين. فانتم مفكرين ان هي دي الاغلبيه العظمى بقى، دي الاغلبيه العظمى على المنصات.
لكن الاغلبيه العظمى فعلا الحقيقي محترمين ومؤدبين ومتعلمين، ويعرفوا يعني ايه اسرار بيوت، ويعني ايه فضايح، ويعني كنا بنقول الاول يعني الواحده لما تتجوز ما ينفعش تقول اسرار بيتها حتى لامها ولا لاختها. انتوا ما شاء الله كسرتوا القاعده ديت، مش ام واخت بقى، لا ده الدول الشقيقه، الدول المجاوره، كله يعرف. يعني يعني بجد والله العظيم الحاجات دي طلعت يعني أسوأ ما فينا. والله العظيم المنصات دي والقنوات دي طلعت أسوأ ما فينا، بس الحمد لله لسه فينا ناس يعني ثابتة على موقفها. لسه فينا ناس ثابتة على موقفها، ربنا يثبتنا يا رب. وفي قنوات كتير محترمة والله العظيم، وزي ما قلت بس هو اللي طاغي واللي باين هم قنوات المفضوحة دي، مش عارفة أقول غير كده يعني. ف ربنا يسترنا، ربنا يسترنا، وربنا يستر اللي يحب الستر لنفسه، لكن اللي عايز يفضح نفسه بنفسه والله بقى يعني مش عارفه اقول عليه ايه. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم، وربنا يهدينا جميعا ويهدي اولادنا، اللهم امين. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم انصر اخوتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم احسن ختامنا جميعا، اللهم امين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.